أثارت فرح الخليفي زوجة الدولي المغربي ولاعب المنتخب الوطني ياسر الزبيري موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها للواجهة للرد بطريقة غير مباشرة على الشائعات التي تحدثت عن انفصالها خلال الفترة الأخيرة. وبعد فترة من الغياب، فاجأت فرح متابعيها بتغيير لافت على حسابها في إنستغرام، حيث استبدلت اسمها من فرح الخليفي إلى فرح الزبيري، في خطوة اعتبرها الكثيرون رسالة واضحة تؤكد تمسكها بزوجها، وتفند الأخبار المتداولة حول توتر علاقتهما أو انفصالهما. هذه الخطوة أشعلت النقاش بين رواد السوشيال ميديا، فبينما رأى البعض أنها رد غير مباشر وحاسم على الشائعات، اعتبر آخرون أنها مجرد تعديل شكلي لا يمكن الاعتماد عليه كدليل على استقرار الحياة الزوجية، خصوصا في ظل غياب أي تصريح رسمي من الطرفين. وفي المقابل، اختارت فرح عدم الدخول في الجدل الدائر، واكتفت بمشاركة لحظات من رحلتها الأخيرة عبر خاصية الستوري، وهي على متن طائرة متجهة نحو الدار البيضاء، في إشارة فهمها متابعون على أنها رغبة في مواصلة حياتها بشكل طبيعي بعيدا عن ضجيج الإشاعات.